مساء الفل عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده طبعا هناخدكم معانا نجيب خزين رمضان. كل سنه وانتم طيبين. طبعا بقى حبايبي، احنا دلوقتي في رجب، فرجب طبعا خلاص بعديه شعبان وبعديه داخل رمضان، فالوقت بيجري طبعا غير العبادات اللي احنا بنعملها. فطبعا عايزين في رمضان العبادات بتبقى اكتر شويه، فما فيش وقت طبعا ان انت هتعملي زي الايام العاديه. فطبعا لازم تجيبي وتخزني. فالتخزين بقى بنشجعكم من دلوقتي ان انتوا تجيبوا خزين وتخزنوه عشان رمضان، وبعد كده تحطيه بقى في التلاجة تخزني. ده جزء لوحده خالص، يعني ما تجيش يومه لحد ما رمضان يجي، فده هيسهلك عليكي يعني ايه، يبقى اليوم يعدي بسهولة شوية، غير لما تكوني مش عاملة حسابك وبأبسط حاجة وبأقل حاجة. لكن لما تكوني مش عاملة حسابك فاليوم هيعدي عليكي صعب شوية، لأنك هتنزلي وتجيبي وتعملي أو يوم بيومه. فربنا يقدركم كده ويقدرنا ويعود علينا الأيام بخير يا رب. وهنا بقى خلاص كنا وصلنا الهايبر جوه، وبنوريكم يا جماعة بصوا المحلات بالتفصيل. فيعني نصيحة ممكن برضو تشتروا حاجة العيد من دلوقتي. ليه بقى؟ لان احنا ساعات لما بننزل بنيجي نشتري هدوم العيد وهدوم ال ايوه هدوم العيد يعني وكده، ما بنلاقيش مقاساتنا. بصوا الكوتشيات يا جماعة قد ايه كتيرة وحلوة جدا، والشنط بقى بصوا بقى يا جماعه لو عندكم برضو مناسبات. بصوا بقى هنا دي النقطه اللي احنا بنتكلم عليها، ان هي الكوتشيات ساعات بنشتريها وبنشتريها صغيره او ممكن نشتريها كبيره، مش بنلاقي مقاسنا بالظبط. لان احنا عايزين الكوتشي المعين مش هنلاقيه مقاسنا بالظبط. ليه؟ بيبقى خلاص نازلين في اخر يا جماعه رمضان، ولا في مع بداية رمضان حتى بننزل نجيب الحاجة مش بنلاقيها، الحاجة اللي احنا عايزينها. فبرضو انتوا تقدروا تنزلوا دلوقتي تبقى احلى بكتير، وهتلاقوا كل حاجة يا جماعة اللي انتوا عايزينها من غير زحمة بقى وايه. وبصوا يعني انتوا عارفين بقى اللي بيحصل وكده، وانتوا داخلين على العيد بيبقى بجد بجد المنظر صعب جدا. فتقدروا تنزلوا يعني تشتروا من دلوقتي، بيبقى اروق واهدى. وحتى لو ما قدرتيش تشتري كله النهارده هتشتري بعده، وعندك يعني ايه فترة محترمة جدا تقدري تنزلي فيها في اي وقت. فبصوا بقى احنا ايه دخلنا الهايبر وهنشتري بقى معاكم حاجات رمضان. عايزين نوريكم بقى الحاجة اللي احنا نشتريها. وتنزلوا بقى يا جماعة تخزنوا من دلوقتي، لان انتوا برضو يا جماعة لو نزلتوا تجيبوا حاجة رمضان في شعبان ولا في اخر شعبان بجد هيبقى صعب جدا. نفس الفكرة بقى بتاعت ايه، بتاعت العيد، النقطة اللي انا كنت لسه بتكلم عليها. فهنا بصوا يا جماعة، بصوا كل حاجة موجودة ما شاء الله. تقدروا برضو تنزلوا في اي مكان متوفر عندكم، يعني ده الاقرب لنا. فهنا بنشتري بقى معاكم حاجة رمضان، اشتروها من بدري بجد يا جماعة، بجد 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 لازم تشتروها بدري، لان غير كده مش هتعرفوا. يعني بصوا انا عايزة اقول لكم المنظر هنا في المول دوت بيبقى فظيع، مفيش مكان تنزلي تشتري منه اي حاجة. بصوا بيبقى زحمة، مفيش مكان تمشي فيه حتى، يعني فاهمين قصدي، مفيش مكان خالص. فانزلوا اشتروا دلوقتي الحاجة وكده ايه بقى، خليكم كده ايه نشطاء كده وايه عندكم حيوية كده، وانزلوا اشتروها دلوقتي. بصوا هنا يا جماعة بقى كنا بنوريكم سكتشات، لان احنا برضو لسه في دراسة، فبنشتري معاكم برضو. يعني لو ناقصنا اي حاجة مثلا سكتشات كانت عندنا كنا جايبينها في اول السنة وخلصت ما كفتش، بنشتري تاني. اهو بصوا بجد يا جماعة الاشكال تحفة 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 تحفة. اهو بصوا دي حاجة الدراسة برضو، لو انتوا عندكم حاجات ناقصة مثلا خلصت برضو تنزلي تشتريها برضو مع حاجة رمضان. فيا جماعة بجد يعني لازم ننقذ نفسنا كده وايه، ونصحصح كده ونفوق يا جماعة، ما نفضلش قاعدين كده وخلاص ايه مستنيين، لا نخليها بكرة، لا بعد بكرة نشتري. لسه الفترة قدامنا طويلة، يوم ورا يوم ورا يوم هيعدي وهتلاقي نفسك خلاص مضطرة تنزلي وهتجيبي في الزحمة وهتجيبي اي حاجة. اللي هو ايه عايزة تنقذي نفسك هنجيب اي حاجة وخلاص. مش هتبقى على رواقة يعني وبتاع، وتقدري تنقي براحتك حاجة رمضان اللي انت عايزاها. فبصوا هنا دي السكتشات يا جماعة بجد شكلها خطير. فقلنا بقى نصور لكم احنا لما نيجي نجيب حاجات تجهيزات رمضان والخزين والحاجات دي، نصور لكم كل حاجة عشان تشوفوا ايه الحاجات الموجودة. هو لسه اليميش لسه ما نزلش، فاحنا قلنا نصور لكم الحاجات اللي هي المفروض تبقى متخزنة عندك في البيت يعني. وكمان هنا ساعة الكراسات والحاجات دي عشان انتوا جبتوا في الأول في السنة، الاول اول السنة كنا فجبتوا جايبين، محتاجين تاني. كنا جايبين دي ساتيا ومصورينها اه فيديوهات ونزلناها برضو في القناة. فعشان كده جابوا حاجات تاني لما الدروس بقى والمدارس سحبت اه لما خلصوا اللي اه عندنا فقررنا ان احنا يعني نجيب حبة تانيين اه حاجات تانية. وهنا بصوا وهنا بقى في اللانشونات بقى والتركي والحاجات دي لازم تكون موجودة على طول في دي اساس البيت. طبعا، اساس السحور اه لازم، طبعا. لازم
يعني ما يخلاش بيت الا لما تلاقي في السحور طبعا جنب طبق الفول جنب. والقرص طبعا اه بتاعت رمضان بتاعت اه السحور الفول والحاجات لو دي هتعمليه على ايدك اركني واعمليها، لكن الفول بصراحة في رمضان السحور بيبقى صح احلى جميل. يعني، اه ولازم يتجاب في نفس الوقت. اه ده ما ينفعش تخزن الا اذا كان في علب بقى فول ساعتها. العلب الجاهزة اللي هي بتبقى الفول ممكن دي اه تاخديها وتركنيها. احنا هنا جبنا التونة دي علب تونة، اه فالتونة بتبقى حلوة لما تخزنيها كده في ساعة السحور تطلعيها، فبتبقى حلوة يعني. اذا كانت اي معلبات يعني بتتخزن عادي ممكن اه تشيليها، لكن الحاجات اللي هي بتاعت السحور في حاجات لازم تبقى امم طازة يعني، فدي وقتها بقى ساعتها. وهنا جبنا تركي، وقبلها كنا جايبين اللانشون. بنجيب اللي هو حبة اللي هو باللحمة، والتاني اللي هو بالفراخ. اه بالفراخ ده برضو بيبقى طعمه جميل. بالفراخ بيبقى طعمه حلو قوي، هو جديد جديد يعني شوية عن التاني. التاني التاني ده كان معروف من اساسي، زمان. الناس يعني كانت بتجيبه و... على طول. وطبعا الخل بقى لازم تجيبي تخلي عندك، علشان لما تعوزي تبقى الحاجة جنبك، مش محتاجة مثلا تقعدي تنزلي او اه تبعتي حد كده، يعني مثلا فالحاجة تشوف تبقى عندك. المطبخ ناقصه ايه. الحاجات اللي ناقصة في ملح، انا المطبخ. بجيب ملح اكياس كتير. اه وطبعا الزيت بتجيبي تخزني عشان رمضان زي ما قلنا. وبتاع ده، وبتجيبي طبعا الخل لو كم ازازه، بس احنا جبنا واحده هنا بس. اه احنا جبنا هنا الزيت كده، اخدناه ده عشان يبقى يفضل معاكي مدة طويلة، بدل ما تجيبي ازازة صغيرة اه وتخلص وتجيبي تاني، او ممكن اه بدلها تجيبي كذا واحدة يعني. شوفي احنا لا فكر. انا بتكلم على الخل، يعني لازم تجيبي كذا على ازازه. الخل. مكان هو هنا حاجه زيت. بسيطه بس عشان ساعات بيخلص على سهوه. ولازم تنزلي بقى دلوقتي عشان تجيبي لو امم خلص وعايزاه يعني. على فكرة بقى حبايبي، يعني مش التخزين مش هيبقى أكل وبس، الأكل ده أساسي، لكن كمان اللي عنده مثلا أطفال صغيرة ولبس العيد ده بيبقى مهم أوي أوي عندهم. طبعا البنات بيجيبوا برضو، بس بيبقى حاجة بالعقل يعني. لكن طبعا الأطفال الصغيرة دي لازم تجيب لها، فطبعا بيجي قبل العيد بشوية بتلاقي الزحام، وبتلاقي المقاسات مش هي زي ما شاهد قالت برضو. المقاسات اه بتخلص يعني، كل اللي بيجيب قبل رمضان وكده، فعقبال ما تيجوا تجيبوا اخر رمضان فبيكون الحاجة خلصت. يعني احنا مره ما فاكره تلاقوش لما جبنا مقاسات. حاجه اللي جاب فيكم حاجه ضيقه واللي جاب حاجه لا، اما واسعه. بتجيبوها واسعة او ضيقة. فبتبقى وقتها ساعتها الظروف ما تسمحش انك انت حتى تدوري في الزحام ده، بتبقي خلاص مش قادره. وخصوصا ايام ما بيبقى فيه صيام. اه وبتبقى طبعا بتروحي صلاه التراويح وكده، عقبال ما بتخلصي بتلاقي الدنيا خلاص الوقت زحمه موت. بيخلص بسرعة اساسا كمان في رمضان. فتوفير طبعا للوقت انك تجيبي زي ما بتخزني الاكل مثلا. دي حاجه كويسه، بتخزني كمان لبس العيد. تجيبوه من بدري. من بدري عشان تبقى براحتك بقى، تنقي حاجه براحتك وتجيبي الحاجه براحتك. والمقاس اللي انت عايزاه كمان محدش اه هيحسبك عليه. ومكملين معاكم برضو بنجيب الحاجات بتاعت خزين رمضان. احنا هنا اللبن ده جبناه مش لرمضان يعني، ده في الفترة اللي احنا فيها، لان اللبن مش مثلا انت اللبن هتلاقيه هتعوزي على طول، هتلاقيه في هتلاقيه اي وقت. موجود، فما تجيبيش وتخزني ده اللبن انت حتى لو بالذات. تحت بيتك في سوبر ماركت هتلاقي الالبان دي موجوده، يعني ممكن تاخديها عادي في اه يعني مش هتتعبي فيها زي ما يكون اكل يعني تخزنيه. طبعا العصاير الجاهزه دي طبعا حبايبي انا ما بحبش اجيبها لينا يعني وكده، لان ما تعرفيش هي معموله من ايه، يعني بيبقى فيها طبعا مواد حافظه. يعني بحس ان هي بصراحه زي قلتها، يعني بتصرفي فلوس على الفاضي. فعشان برضو تخافي على صحه ابنائك وكده وصحتك وصحه اللي معاكي، اعملي عصير طبيعيه طبعا معروفه. وهنا طبعا الحلاوة جبنا الحلاوة اللي هي حلاوة طحينية. دي دي مفيده وعلى بتبقى فكره جميلة مفيده قوي، جدا. وفي السحور بتبقى حلوة قوي. هي اساسا بتعمل من سمسم، فالسمسم طبعا مفيد. مفيد جدا. وطبعا بقى الخضار، تجيبوا خضار بقى وتركنوه، سواء اللي هو الأكياس الجاهزة او الخضار العادي اللي بيبقى بره، اه انت تجيبيه يعني وتخزنيه. يعني هنا الخضار ده يدوب بس تفكي كيسه لو جات وقت ومستعجله تحطيه على طول. تحطيه في يعني ده الاكل تاخديه بسرعه. تشيليه على طول، لكن لو هتجيبي اللي هو العادي من بره، هتحضريه انت بقى بقى بتحضريه اه وتخزنيه وتشيليه بقى في الفريزر. فهنا يعني برضو ايه تجيبي على اللي انت حاجات محتاجاها، مش حاجات تبقى مرميه على اه الفاضي. الضروريه واللي طبعا انتوا بتحبوه يعني. فاحنا هنا كان في كوسه وفي حاجات احنا ما ما بنحبهاش بنحبهاش فما ما جبناه. احنا جبناهاش. جبنا اللي هي البزلة اه بالجزر، وجبنا البامية والملوخية، الحاجات الحاجات يعني اللي دي بنحبها. وحاجات بصراحة الخضار نفسه بيبقى مفيد جدا وجميل. وهنا وجبنا كمان فرخة دي دلوقتي يعني، بس انت لو عايزة تجيبي وتخزني بتجيبي. اه لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد احنا بننزله. وكمان طبعا ما ما تنسوش تنسوش تصلوا على صلوا على النبي، النبي، اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وبارك وبارك على على سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى وآله آله وصحبه وصحبه أجمعين. أجمعين.
هنا بقى جبنا الجبنات دي دي اساس بتبقى اساس السحور دي. فبتبقى حلوة اه يعني، تجيبوها ولما عارفه وتشيلوها لما عندكم في بتكون التلاجة. لما بتكون الجبنات كتير في التلاجة بتخليكي مش تبقى سهلة محتاره. عليكي، سهلة مش عليكي ساعة محتاره السحور، الحاجة بتبقى موجودة عندك، مش جنبها محتاجة طبعا تجيبيها. طبق فول، جبنات جبنات، بتحطيها، جميع انواع عيش. الجبنات بقى مع اللانشون والحاجات دي تخليها عندك. دي اساس السحور امم يعني يبقى كل يوم. وكمان البرجر ده احنا بنحبه فجبناه. ولو عايزه انت تجيبي كميه وتخزني ماشي، احنا بنجيب يعني دي الفتره من هنا لحد رمضان كده. وبعدين الهمبرجر ده برضو النوعية دي يعني بيشكروا فيه قوي، فعشان كده انا ما بحبش اللي هي الحاجات الجاهزة في اللحوم، لكن اه انا جبت دي بس عشان خاطر دي يعني بيقولوا نوعيتها كويسة. فهنا مكملين معاكم بقى، وجبنا الحاجات كده اللي كانت ناقصانا، وكمان الزبادي دي هنجيبها. اه الزبادي طبعا دي اساس رمضان في السحور، مع طبعا عشان الانسان مهما ياكل بالليل الزبادي دي يعني علاج والله، يعني بتريح المعدة، انك انت وانت صايمة ما يبقاش في حموضة، ما فيش في تعب في المعدة، فبتريح في رمضان يعني في السحور. وجبنا كمان البطاطس اللي هي بتبقى الجاهزه دي، اللي هي يا دوب تاخديها تحمريها على طول. دي برضو لو انت مستعجلة مستعجله ساعه وما الفطار لحقتيش جنب اي اكله، تعملي تقومي مطلعة حبة في شوية. تحمريهم على طول وتحطيهم في ساعه الفطار جنب اي اكله انت عاملاها. حتى والله لو جنبها سلطة، جنبها اي حاجة اه بسيطة والله تقضي يعني. والسحور كمان برضو. والسحور برضو هتنفع اوي حلوة. وجبنا كمان الجبنه المثلث، زي اي نوع جبنات بتخليها عندك، والمكرونات. المكرونة طبعا. تشوفي الانواع بقى اللي بتحبيها انت الحاجه. بتطبخي على الفطار كده، تقومي غالية المية وسلقاها، وتقومي اه عاملة جنبها اي حتة يعني اي حاجة فيها لحوم، فرخة بتاع كده، بتبقى سهلة كده. طبعا احنا جبنا جزء يعني الخزين رمضان زي ما انتوا شفتوا كده، فطبعا كل واحد تبع ما هو عايز يعني. ممكن الحاجات احنا اللي محتاجينها ايه ايه بتجيبوها. اللي بتحبوه، ايه اللي ما تحبوش، ايه الحاجات اللي فيها مثلا ما فيهاش فايده فما نجيبهاش، الحاجات المفيده نجيبها عشان برضو اولادنا. برضو هنا يعني ايه، ما تنسوش اهم حاجه تصلوا على النبي. اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم على وبارك على سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى على اله اله وصحبه وصحبه اجمعين. اجمعين.